يا صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. معاكم نسمة. النهارده هنعمل أكلة سهلة وسريعة وحلوة قوي. معانا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، ودي بصلاية مضروبة في الكبة ومتصفي المية بتاعتها كويس جدا. ومعانا نص حزمة بقدونس، لو الحزمة صغيرة تبقى واحدة. دول معلقتين نشا كبار، بضاية. ومعانا التوابل، هنا 7 بهارات، نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، وشعراية صغيرة قوي كده جوز الطيب. زي ما انت شايفة يعني حاجة لا تذكر كده خالص. بعد كده بقى هتنزلي بالنشا، وبعد كده البصل، وبعد كده البقدونس. تمام، مش عايزة تحطي بقدونس، لو حد عندك مش بيحب الخضرة مفيش مشكلة، بس بتدي طعم حلو قوي. والبضاية. وبعد كده التوابل بتاعتك. بعد كده بقى تعملهم ميكس كويس جدا جدا جدا، يعني على قد ما تقدري، لحد ما هتشوفي اللحمة معاكي دلوقتي كده تحسيها ان هي مفتلة. لو عايزة تضربيها في الكبة بعد الخطوة دي عشان تنعم اكتر، بتديكي نتيجة احسن طبعا من ان انتي بتعمليها في ايدك. بس لو انتي مثلا ما عندكيش كبة، هي كده حلوة قوي لحد ما تفتل معاكي كده. بعد كده تغطيها بحاجة وتحطيها في التلاجة تريح ربع ساعة بس. وبعد كده مية البصل هنحط عليها معلقة صلصة او كاتشب اللي موجود، وهنحط عليها معلقتين زيت، رشة ملح، رشة فلفل اسود، وبعد كده رشة جوز الطيب. تمام. والفلفل الاسود ده وقع مني كتير، سوري. وتقلبيهم وتركنيهم على جنب. بعد كده بقى هتجيبي حله، تحطي فيها شويه زيت محترمين كده ونص معلقه سمنه، وتحطي بصلايه وتقلبي كده. احنا هنا بصي مش بنصفر البصله ولا بنديها لون ولا اي حاجه خالص، هي بتاخد تقليبه بس كده فقط لا غير، من غير ما تاخد معاكي اي الوان. هتحطي عليها بقى واحده لومي، وواحده مكعب مرق، واحده قرفه اللي هي الخشب اللي انت شفتيها دي، ورقتين لورا، وفصين حبهان. وبعد كده ملح، معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود بس هنا كتر مني، اسفة. وبعد كده اللي هو الكركم. تمام. وبعد كده هتحطي بهارات كبسة عندك، اللي هي بتجيبيها من العطار. انا بجيبها اللي هي الاكياس اللي هي الجاهزة دي، بتبقى حلوة قوي صراحة، والسبع بهارات بتوديكي في حتة تانية. وتقلبي بقى مع البصلاية. هي هنا الصورة غامقة، بس انا طبعا الاضاءة عندي بصي مع السلامة ضايعة. تقلبي كويس جدا لحد بس ما التوابل تطلع ريحتها، ما تغمقش معاكي خالص، ما تاخدش لون. هي هنا غامقه، بس والله العظيم هي كانتش غامقه خالص. دول كوبايتين رز بسمتي، بس انا حاطه عليهم شويه كده مصري عادي، اعملي نفسك مش واخده بالك، مفيش مشكله، كنا بس عايزين نزود الكميه يا جماعه عادي، يعني الجيش قالك اتصرف. الرز البسمتي بيتغسل كويس جدا جدا جدا، وبيتنقع 10 دقايق او ربع ساعه قبل التسويه، علشان خاطر بيبقى فيه ماده لزجه كده ما بتبقاش حلوه. بس الرز الهندي اللي هو الحباية الكبيرة دي بيبقى ألطف يعني صراحة من التاني، ما تسترخصيش فيه، هو ربع كيلو بيرملك كتير على فكرة أو نص. وبعد بقى ما شوحنا التوابل، حطينا الرز وقلبنا تقليبتين بس يتغلف كده، وحطينا المية. أول ما تلاقي فقاعات الهوا دي كده بانت معاكي، توطي العين بقى عليه. تمام. مقدار المية، رز البسمتي غير المصري، يعني لو انت حاطه كوبايتين رز بسمتي هتحطي 3.5 مية. تمام. يعني هو بياخد ضعف ميه شويه، وعادي لو انت حسيت الميه كتير شويه ممكن تقلليها، مفيش مشكله خالص. بعد كده بقى الكفته بعد ما ريحت في التلاجة، على فكره الطريقه دي حلوه جدا جدا. هتجيبي عودين شيش طاووق كده، لو مش عندك اللي هو السيخ، تمسكيهم كويس، عودين 3 كده. تمام. مش عارفه تتحكمي فيهم بسلوتب او اي حاجه، الزقيها كده من تحت. وبعد كده بقى اللي هي ميه البصل دي، تبلي ايدك فيها، وبعدين ايه بالكفته كده، تروحي ايه تدوسي على الكفته، تبلي ايدك وتدوسي على الكفته كده، بتديها طعم ولون، بيوديها في حتة تانية يا جماعة، بتفرق كتير جدا. تمام. ما عندكيش عصيان الشيش طاووق دي، عندك شاليمو بتاعت ولادك، مكان اي عصير اي حاجة مفيش مشكلة، بتديكي برضو نفس التكنيك، بل احسن من الشيش طاووق، لان هي اديتك فجوة اكبر من جوه الكفتاية، فاهماني؟ مش هتلاقي بقى الكفتة ملكومة معاكي من جوه ولا اي حاجة، هتلاقيها مستوية وحلوة جدا. والطريقة دي بتكتر معاكي حجم الكفتة، يعني نص كيلو ما شاء الله عمل لي 18 صباع تقريبا او 17 صباع، والصباع حلو يعني مش وحش، هيكفي معاكي، يعني ممكن تقعد معاكي يومين، او فاهمه لو انت عايزه تدي لانش بوكس او حاجه وعايزه تزودي. طعمها حلو قوي، هيعجبك. الفكره دي برضو هتعجبك جدا، وهتعجب ولادك لو عملتيهم في لانش بوكس وانت رايحه نادي اي حته، حلوه قوي. دي ورقه جلاش، بتتنيها نصين، لو انت مش حابه الورقه على بعضها اتني الورقه اللي انت شايفاها دي على نصين.
تمام. احشي بقى بصي اي ما تتخيلي ولن تتخيلي. انا عندي شويه جبنه موتزاريلا حطيتها بس، ما حطيتش اي حاجه تاني. جبنه بيضه، جبنه رومي، جبنه شيدر، عندك ميكس لانشون وجبنه مش عارفه ايه بواقي حطي. عايزه تحطي فلفل وطماطم مش عارفه ايه وشويه موتزاريلا برضو تمام. فاهماني؟ هنا بقى معانا معلقه نشا ومعلقه ميه وقلبناهم كده، عملناهم زي صمغ اللي هو بتلزقي بيه ده. فاكره الصمغ بتاع زمان كنا بنعمله كده نلزق بيه الزينه بتاعت رمضان؟ والله ايام حلوه قوي. بس يا ستي تعملي بقى الصمغ ده وتلزقيه كده فيه افتكرت زمان. الحمد لله. بصي بقى دي جبنه بيضه عندي عاديه جدا، عبورلاند ولا اي حاجه. بصي دهني الورقه كلها حلو. عايزه بصي اي حاجه عندك، بصي لو لحمه مفرومه فراخ هتوديكي في حته تانية. هنا عندي عودين بقدونس ملهمش صاحب حطيتهم عادي يعني. بصي بتبرمي كده وبعدين تقفلي من الجنبين تمام، وتبرمي تكملي، وبعد كده في الطرف بقى تحطي اللي هو النشا ده عشان خاطر بقى العجينه تلزق في بعضها. حلوه قوي هتعجبك جدا. ومحدش عارف اصلا انه جلاش، كله افتكروا سمبوسه الا بعد اما انا قلت ان ده جلاش. محدش كان متخيل خالص والله. طعمه لذيذ وحلو هيعجبك قوي ويعجب ولادك كمان. هنا بقى السلطه اللي انا مستغناش عنها في حياتي لو عندي عزومه او مشويه حاجه بعملها. خيارية مبشوره، نص حزمة شبت متقطعة صغنن جدا، فص توم واحد بس مدقوق ومهروس او فصين صغننين، وعليهم كوباية الزبادي. اي زبادي يعني، مش لازم الزبادي، اي زبادي عندك بس يكون بلدي بدون سكر تمام. وتحطي عليها بعد كده هتحطي رشة ملح ورشة فلفل ولا اي حاجة تاني. ممكن نقطة خل تفاح قوي لو عندك مفيش مشكلة. ونحط شوية زيت زيتون، شوية صغيرة مش كتير عشان خاطر يعني ما تبقاش عين كده على وش الطبق معاكي، هي نقطة بس تديله الطعم. وتعملي ميكس كده مع بعض وتقدميها بقى في اطباق حلوة قوي يا جماعة. اي اكلة مهما كانت تقيلة بالنسبة لك، سلطة الزبادي دي بتوديكي في حتة تانية جدا وبتليق مع حاجات كتير قوي. هنا دي بطاطس شيبسين ست طبعا هصورها لكم بس ما فيهاش افتكاسة يعني. قليتها وحطيت عليها شوية ملح وتوابل اللي هي البطاطس دي ما بنستغناش عنها طبعا كلنا. طبعا البطاطس دي يعني في حياتي مش اكلة، ده سناكس يعني. بس بقى يا ستي وبعدك هنا معانا الجلاش اهو متحط في الزيت. على فكره لو انت حابه تحطيه في الفرن مفيش مشكله خالص، ادهنيه دهنه زيت او سمنه حطيه في الفرن. بصي هنا طلع معاكي مقرمش وجامد جدا. بس اهم حاجه وانت بتسوي يعني النار ما تكونش عاليه قوي عشان خاطر ما يتحرقش معاكي من بره ويبقى نايم من جوه. انت عارفه الجلاش مش بياخد وقت. هتعجبك قوي قوي. صوابع بصي ستيكس كده جميله قوي جبنه. لو في عزومه راح انادي ولادك لانش بوكس حلوه قوي. اكله بسيطه وخفيفه ما تاخدش 5 دقايق. 5 دقايق لا انا بكدب كده، نص ساعه ماشي وتلاقي الدنيا جاهزه.